سيدة صدقت ما مخليه حتى واحد ما نعساتشي معاه، ما مخليه حتى واحد ما قضت معاه الغرض، ولكن حتى واحد ما كان سايق الخبار. كيفاش غادي يسوقوا الخبار وفوقاش؟ هادشي اللي غادي نعرفوا في هذه القصه، فما تنخلعوش. ولا هادشي غادي يعلمكم غير تنتبهوا، وانكم واخا تعيشوا مع بنادم حتى تعياو راكم ما تعرفوا فيه حتى حاجه والو، ما تقشعوا فيه من سوى هو اللي بغى يوريه لكم ولا رب العالمين بغى يفتحوا قدامكم. والبسم الله على بركه الله، ونركبوا سماعاتنا ونبداو نحكي قصتنا اليوم، واللي غادي تكون من مدينه المحمديه في سنه 2010. ملي واحد السيده حست راسها باللي الموت بدات تدخلها، فغادي تعيط على ولدها الثاني اللي عايش معاها. هي كانت عايشه لتحت وهو عايش للفوق. غتعيط عليه تقول لها حسن وليدي بغيت نوصيك واحد الوصيه. يقول لها مامتي قولي لي اش بغيتي. تقول ليه مرات خوك حوريه. مالها مامتي؟ تقول لها وليدي خوك هزاتو كان فيه السرطان، تهلط فيه قابلاتو، وملي مات قابلتني وليدي حتى انايا. مرت خوك غير وليا وليدي عندك تخرجها، راه يتيمه، راه ما عندها فين تمشي، خليها وليدي معاك انت ومرتك، خليها هنايا معاكم الماكلة ياكلوا 10 وليدي. قال لها مامتي ولا عليك صافي ما تخافيش وليدي. قالت ليه اللي تهلا فيه وليا ربي يتهلا فيه، عندك وليدي تهلا فيه مرت خوك عندك تخرجها. قال لها والله مامتي ما تخافي، انا غادي نديرها بحال اختي، انا غادي تعيش معايا انا ومراتي، منين ما كلاتي ياكلوا 10 انا راه معايا راه في وسطنا، علاش مامتي نخرجها؟ حتى هي وحده منا، راها من العائله، يكفى مامتي كرماتك. ايوا هنا الحاجه مسكينه غادي هنا خاطرها وغادي توكل عند مولانا، وفي امان الله وحفظه، الله يرحمها ويرحم جميع الاموات. حوريه فعلا بقات عايشه مع لوسها حسن ومع مراته ومع ولدهم عثمان، ما كان عندهم وليد صغير، وهي ما عطاهاش ربي تنايا مع راجلها، كانت عاد مازال ما ولدتش، وكانت كتكبر في العمر ديالها 36 عام في ديك الوقيته اللي حنا كنحكيو فيها. حسن ما جراش من مرت خوه، عايشت معاه في الدار، تاكل تشرب، ما كاش اللي يقولها كحزي ليه. الا ماركو عارفين مرت لوسك هي مرت لوسك، سيغتو اللي ما كنتيش هكا قابلها 100%، تبقاي تقلي لها السم، ما قلتي لهاش السم تبقاي تباني عليها. هكذا كانت مرت حسن كدير مع حوريه مرت لوسها، كتبان عليها حسن راجلي، حسن قال لي راني درت انا وحسن، راني مشيت انا وحسن. المهم نهار وهي كما نقولوا تفشر عليها، تقلي لها السم، تغيرها، تبان عليها، تشوفوها كما بغيتو. المهم ان حوريه في ديك الوقيته كانت شايفه راسها كما نقولوا والو، ضعيفه، ما عندها راجل، ما عندها ولد كما الاخرى، ما عندها اللي يحامي عليها، فكانت دائما حاضره الراس وتقول له ان شاء الله وتقول امين. كانت الحاجه الوحيده اللي كانت كديرها لما من تخرج للحمام مع مرتلوسه كتبان عليها وكتفرعن عليها، وانا راجلي بحال داك الرجل غادي يدوم لها طول الحياه، شي منسى الله يحسن عوانهم وصافي. رؤوس مربعه، هادشي اللي نقولوا عليهم. تسمعي راجلي تقولي شي وزير ولا تقولي شي طوله وشي تجريده ومتخرج من كليه الطب ولا كليه الهندسه وشي عينين ملونين وشي 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 ثقافه وشي تربيه وشي اخلاق، تحسي ان راجلها كيتمشي شبر فوق الارض، تشوفيه تلقايه حاشا خلقت الله، عين تشوف الشانغاي وعين تشوف المانغاي، ما عليناش. حوريه كانت كتخرج تجلس مع النساء ديال الحومه هكذا من العشيه للعشيه، يريحوا تمايا، دايرين واحد البلايصه كيجتمعوا فيها وكيبقاو كان صار كل وحده تحكي مشاكلها، تحكي همها، تحكي شنو طرا لها، تعاود لصحيبتها. فهذيك هي الخرجه الوحيده اللي كانت شويه حوريه كتبدل فيها الجو. ولكن ما دامت لهاش، واحد النهار غادي يعيط عليها حسن روسا وغادي يقول لها شوفي نقول لك ما تبقايش تخرجي لي برا، وانا هادشي ما يعجبنيش. قلت لي اش ندير؟ قلت لي نفضل الخروج، تخرجي مع مرتلوسك وتدخلي مع مرتلوسك، ما عندك ما ديري برا، عندك ما ديري برا. وما قالهاش يبدا واحد الراجل راه جا وهضر له فيها وجبدها وجبد لها سيرتها، هو غير قال لها ما تخرجيش برا. هي هنايا اش غادي دير الميت قدام غسالو؟ قالت ليه واعر عليه ان شاء الله،
قال لها راني قلت لك عندك امرأة اخرى ما نعاودش معاك الهضره، انا راه انت راه موصياني عليك وما خصكيش ديري شي حاجه اللي تجيب لنا المشاكل. صافي. قالت لي صافي. وعاليه حوريه فعلا بحال تحبسات، مبقاتش تقد تخرج. الوسع حاكمها، الوسع حاكمها، مصيبه كحله وصافي. بقات حوريه هكاك ايام طويله وسيمانات، اسابيع اسابيع. ايوا حتى واحد النهار قالت لي لوسها، قالت له حسن اخويا بغيت نهضر معاك. قال لي اش كاين؟ قولي اش كاين، ها قولي. قلت ليه راه هنايا النساء ديال الحومه راهم باغيين يبقاو يخرجوا الصباح يديروا الرياضه، وبغيت نخرج معهم، الله يجازيك بخير. قال لي اش قلنا حنايا؟ قالت لي قلنا ما نخرج، ولكن غادي نمشي مع النساء، ما غاديش نبقى جالسه مريحه برا قدام الغادي والجاي. حنا غادي نمشيو غير نطريضوا ونديروا الرياضه ونرجعوا. انا هاد الجلسه تاع الضر وليت تقاليت وراني سمانيت وراني كذا، وبقات كتشكي عليه. قلت له ما نتعطلش، نمشي معهم شويه ديال الرياضه ونرجع، ما تعطلش. ايوا شاف فيها حتى هي وقال فعلا راه تكون قانطه، مرة لا تخرج ما عندها ولد لها معاه، ما عندها حتى حاجه. قال لها صافي خرجي، غادي نبقى نخلي لك واحد البركه باش الا بغيتي تشري كاطويا ولا تشري عصير ولا جات فيها خاطرك شي حاجه الصباح وين تكوني خارجه. بقات لاله حوريه تخرج من الصباح للصباح وما كترجعش حتى ل 11 12، بقات حتى لوحده. لوسا كان يرجع حتى 4 5 تاع العشيه، وخدت 6 7 اللي كانت عنده الخدمه مزيره. ايوا هنايا مرت لوسا ما عجبهاش الوضع، تقول لها لا واش حنا ما عندنا عجينه، ما عندنا شقه، ما عندنا طياب، ما عندنا غدا، ما عندنا حتى حاجه نديروه. لا راه كيكثر من الموظفه، كتخرجي الصباح وما كترجعي حتى لكدا. تقول لها ان شاء الله المره الجايه ما غاديش نتعطل، كنت هنايا غير مع جاراتنا راكي عارفه. عاود تاني غد لي، عاود نفس التطيله، عاود بعد غد ليه. المهم مرت لوسا هي تهضر معاها، وهي بحال كتهضر مع داك الحيط يمكن يرد عليك وهي ما كتردش عليها. قلت اش غادي ندير؟ ما ندير والله حتى نتبعها ونشوف هاد السيده، هاد مرت لوزي، هاد حوريه الظريفه اللي كلشي يوصي عليها، نشوفها فين راها تمشي. هاد الشيء بزاف على السبور. شي مرات السيده ما تجي حتى لوحده جوج، شي مرات غير شويه قبل لوسا عاد تدخل وبكون حتى نقولها له ما غاديش يتيقني. فمشات وتبعاتها، لقاتها فعلا تمشات مع دوك النسا، ودوك النسا رجعوا لديارهم، وهي مشيت واحد الليسي وبقات واقفه. وهذيك واقفه اللي كتحضي فيها حتى بداو التلاميذ يجيو لديك الوقيته تاع 10. راكو عارفين 10 شي يدخل شي يخرج يتبادلوا الفواج هكذاك. وتبان لها كتوقف كتهضر مع دوك التلاميذ. عاود واحد شويه تعيط على جروب اخر، عاود هذوك دخلوا الليسي يخرجوا الجروب الاخر، عاود هما تعيط عليهم وتوقف معاهم. ايوا هنايا كلاها ضرها راسها، كلاها خاطرها، بغات تعرف هادي اش كدير. مشات لعندها وقفت عليها بحال العسكري، بحال الجدرمي من يوقف عليك في الطريق. قالت ليها حوريه اش كديري هنا؟ ايوا انا حوريه طيحت راسها وقالت ليها والو. قال كيفاش والو؟ اش كديري هنا حدا الليسي؟ راه نقولوا انا نتفرج فيك، ما شفتكش. قالت لي غادي نقول لك. وحاولي تفهميني صحيح، ما تفهمينيش غلط. قالت لها قولي اش كاين؟ قالت لها انا كي عرفتني ديا الباك وعرفتني قريت في الجامعه، غير هو لوسك الله يرحمه ما خلانيش نخدم، وزدت تلاهيت مع حماتنا الله يرحمها فما قديتش نخدم. انا راني كنضل جالسه لا خدمه لا ردمه، وراني حاسه راسي ثقيله عليكم، وراجلك مسكين واش عينتو لدارو ولا عينتو لولدو ولا عينتو يصرف عليا حتى انا زيداتو في الهم. قالت لها كملي اش هادشي ما فهمتش. قلت لها راني كنفكر وكنسول هاد الدراري وهاد البنات اللي ضعيف في شي ماده ولا محتاج الدروس، نمشي عنده لدارهم يقولها لمو، نمشي عنده لدارهم وندير له الدروس تاع التقويه، واللي كتب الله يعطوني بعدا نعاون راسي. ايوا هنايا قالت لها مرت لوسها، قالت لها هذا وكان انا نهضر مع لوسك يخليك تجيبيهم للدار وتقريهم في الدار، حسن لك من هاد الوقفه، وحسن لك ما كل مره غاديه لدارك في شكل حتى شي نهار طيحي في شي عجب معجب. رجعوا بجوجهم للدار. اش غادي نقول لكم؟ مرات حسن جاتها من الجنه والناس، هضرات مع راجلها من كترشق عليه، قال لي هذيك دار الوالده ما بغيت حتى واحد يدخل لها براني، وهي برطمتها الفوق.
انا ما بغيتش نقول لها شي حاجه، راني مخليها معنا كما وصلتني الوالده. هما لتحت هذاك لتحت راكي عارفه، تحتاني غير كنجتمعوا فيه ونجمعوا فيه، ملي يجي عندنا شي واحد نستقبلوه فيه. هما سكنوا فيه غير من كان راجلها مريض ما يقدش يطلع. اما هي برطمتها هذيك اللي فوقنا، يا كي كتشوفيها كطلع، قالت لي واني عارفه كطلع، خليها لتحت، خير ما بقاو البراج طالعين علينا عاوجين. اللهم يدخلوا غير تمايا، وراه غادي تقري، وراها غادي تدخل الفلوس باش تعاون راسها وباش تعاونك انت وتهز همها علينا. وهي مقنعته مزيان ووافق فعلا. حوريه زادت شي كريسيات، دارت شي سبوره، بدات تستقبل دوك الوليدات نتاع الليسي. الوليدات تاع الليسي شي 16 شي 18 شي 19 شي ضربوا 23 ومعاود في السبعة ما 2 مرات، ومعاود في التاسعة 3 المرات، ونجح الليسي في 66 كشفة. المهم صحاب ليتود، وهما وين كانوا شايفينها أرملة وشافوها لابسة حق الله وعارفين هذيك الدار ديال الحاجة، بقاو يقولوا ليتود في دار الحاجة. من بعد ولاو كيقولوا ليتود تاع الحاجة، هي بدات ولات حاجة، ولاو مديرين هذاك اللقب احتراما ليها. وهذا الشيء ما كان، فبقات كيجيو عندها هذوك التلامات كتقريهم الحركه فعلا فيها الرواج. حتى واحد الصباح فقط مرت حسن وجدت داك الفطور، حيت رجلها كيبكر للخدمه، ما كدركش تفطر معاه، كتفطر مع مرات فلوسها. عيطت عليها حوريه ما كاين والو، هبطت عندها ليطاج التحتاني، حلات الباب الاولاني، دخلت لديك البيت نتاع حماتها الله يرحمها، تقلب على حوريه فينا. هي دخلت وهي هنايا، ندمت النهار اللي دخلت فيه والنهار اللي تزادت فيه، وداك المنظر عمرو ما يتحيد لها. السيده ما عرفت باش تبلات، والسيده خرجت تغوت والعداء وعباد الله والعداء ومرت لوسي لداخل مقتوله. العداء وجاو عتقوا لقيتهم ما تعتقوا، قال شنو عتقوا؟ قالت لهم راها مطحونه وراه مضروبه وراها. قالوا ليها ما كاش اللي يدخل داخل. قالوا شنو عتقوا؟ انت بغيتي تدينا الحبس برجلينا؟ احنا ما كاش كاع اللي يدخل، ما مناش واحد يدخل. عيطوا للبوليس، عيطوا للبوليس. فعلا البوليس تبارك الله عليهم، تقول لهم كاين الدم يجيو يجريو. جاو لقاو السيده ما هي حاله، لقاوها ميته، والامانه دا امانته، غارقه هذاك، مطعونه واللي ضربها عوال عليها، يكمل عليها ويقضي عليها. واش غادي نقول لكم؟ اجراءات احنا دائما نحكيوها، صور احترازيه، بصمات، مسرح الجريمه، هذوك سميتو، هذوك الاثار، هذوك يشوفوا واش كاين سرقه واش كاين. مهم البوليس يديروا خدمتهم، يديروا داكشي كامل ويصيفطوا الجثه المستودع الاموات، ينتظروا تقرير الطب الشرعي. نخليهم هما ينتظروا تقرير الطب الشرعي، ونخليو مرت لوسانه مسكينه تبكي وتبكبك، ونخليو حتى راجلها تا هو في البحث. شكون نتوما وفوقاش نتوما عايشه معكم هاد السيده، وشنو علاقتكم بها، واسئله لها اول وليس لها اخر. يسولوا فيهم ويعاودوا يدققوا معهم البحث، باش الا كاينه شي حاجه يغلطوا ويفلتوا. الساعه والو، يبقاو هكاك حتى غادي يخرج تقرير الطب الشرعي، غادي يصدم بالبوليس بالسكان تاع ديك المنطقه. غادي كاملين يعرفوا ان حوريه ملي ماتت كانت حامله، وفي الشهر الرابع. هي ارمله، عاودوا سولوا مرت لوسها قالت لهم ارمله، والراجل ديالها فوقاش مات، راه تقريبا في شي عامين والصرف. لوسها حتى هو قال نفس الشيء، قالوا لهم واخا من هي ارمله، نتوما ما سمعتوه ما عرفتوا عندها شي حبيب شي خطيب شي عاشق، غيقولوا لنا. قال لهم حسن اودي راه جارنا فلان الفلاني، راه واحد النهار جا وقال لي راه شافها مع شي واحد في المدينه كدور. وملي سولتها هي نكرات، وملي قلت لها جلسي في الدار جلسات. انا سيدي ما في خباريش، هادشي اللي نعرفو. قالوا ليه
ورينا هذا جارك. فعلا ورا لهم جارو، مشاو سولوه قال لهم انا شفتها مع هاد السيد، ما هي مره ما هي جوج ما هي 10، وانا قلت هلوسها وماشي غير هكاك سيدي. قالوا له كيفاش؟ قال لهم راني قلت له بليها كيفاش وراني قلت له بلي نجيو عند هاد الولاد الكبار. قالوا له كي خصيت هاد الولاد الكبار؟ قال لهم دوك اللي كديرهم ليتود نجيو عندها رجال كبار. قدهم بالقداش قالك دير لهم ليتود دوكم كبار. ايوا هنايا غادي يوليو يسولوا عاوتاني حسن. قال لهم انا ما طلعت ما نزلت ديك الهضره ونسيتها اصلا. كما هادو اللي كيتصنتوا لي كينساو يديروا لايك، كينساو يضغطوا على هذيك الاوكي. راه من ما كتضغطوش على الاوكي راه القصه كتبقى طويله ما توصلكم حتى العام الجاي، تيجيو اخرين ويتصنتوا لها ويسبقوكم، عاد نتوما توصلكم تكون الناس سمعتها وكملت بها ويكونوا قنوات اخرين نقلوها، عاد نتوما توصلكم. نتوما تضغطوا اللايك باش توصلكم في الساعه المره الجايه وتسمعوها قبل ما يسمعوها ناس اخرين. شكون نتوما السباقين؟ نرجعوا لعنده هو. قال لهم ديك الهضره نسيتها. قال لهم نسيتها، قال ما عمرت راسي بها. وفعلا كانوا يجيو عندها اللي كدير لهم ليتود. هما من كان كيقلبوا في البيوت لقاوها هازه شي تصاور تاع شي زوافريه، حنا نسميوهم زوافريه حيتاش تلميذ والزفري ديك ما كانتش تصويره نتاع الوجه اللي كنديروها في لاكارت نتاع المدرسه. ديك كان واحد جالس في لابيسين، واحد جالس في جرده، واحد كل واحد ركبي تبارك الله. سولوا مرتلو ساعه والثاني قالت لهم انا ما عنديش خبر هاد التصاور وما ربما هي تحتاجهم في ليتود باش دير لهم دوك الوراق يجاولهم ولا دير لهم شي حاجه. انا ما كان ندخلش في هاد المسائل هادي، هما راهم شافوا التصاور ماشي نتاع باش هذا باش دير لهم شي بطاقه ولا دير لهم شي حاجه. ولا سولوا الجار قال لهم سيدي انا راني قلت لكم السيده كتخرج مع الرجال كانوا يجوا عندها الرجال للدار، فهموها كما خاصها تفهم، فهموها سيدي. ما نقدش نفسر لكم اكثر، هادشي ماشي غير انا اللي كنقولو، سولوا حتى اللي كانوا يقراو عندها. ايوا فعلا جابوا دوك صحاب التصاور بداو يسولوهم، قالوا لهم السيده كانت تموت على الرجال، كل مره مدخله واحد شكل دايره السبب ليتود وهي حجه وزياره. هي دار تقريبا شويه تولي دار وكر. كون فهمتوها ما كانش نزيد نشرحها لكم اكثر، شرحوا الواضحات راه من الفاضحات ومن المفضحات. ايوا هنايا عرفوا بلي السيده كانت ما مخلياش من جهتها من العلاقات الغير شرعيه ومن الفساد بحجه انها كدير ليتود. دابا خاصهم يعرفوا شكون مول الحماله، هادوك اللي خداو التصاور وهادوك اللي قالوا لهم اودي راهم يعجبوها وراه صافي ولات كتقريهم فابور وكتجلسهم معها فابور وبقات كتخلص منهم فلوس، بقات تخلص منهم علاقات. هادوك كلهم داو منهم العينه باش يديروا لهم قضيات، وداو معاهم حتى داك الجار اللي خبر عليها وحتى داك السيد اللي كان كيشوفو اللي يخرج معاها وحتى لو ساعه حسن ما خرجش من الميسه، كاع داو العينه ديالهم وبقاو يستناو النتيجه تاع المعمل الجنائي باش يكون لهم شكون مول التيلاد او البيبي او الحماله اللي كانت في كرش حوريه. كل شيء بقى مشكوك فيه، كل شيء حتى جا التقرير كان صادم. صدقت حوريه حامله من لوزها. ايوا هنا جيبوا لنا السي الحسن، هذه فعلتك شريف، هذا هو انت مول فعله. ما بقى ما يقول لهم، قال لهم انايا في الاولى كنت كنتعامل معها بحال اختي ولكن ما بقات تجيني اخبارها. قال لهم دخلت انا وياها انا في علاقه، قال لهم ما بقيت نسمع على داك الخبر، بقيت نغير وبقيت ما نخليهاش تخرج، وعلى تالي قال لهم بقيت نقضي معها الغرض. قال لهم انا ما شكيتش في التلامذ. قال لهم حتى لواحد النهار قالت لي نتلاقاو. قال لهم انا كنت مولف الصباح كي كنفيق كنتوضا كنمشي نصلي الفجر، مراتي عرفتني كنخرج نمشي نصلي الفجر وانا كنت كنتلاقى مع حوريه في ليطاج التحتاني. قال لهم تلاقيت انا وياها، قال لهم قالت لي راني حامله.
بغيتك دير معايا شي حل. قال لهم، قلت لها اش من حامله ما حامله، راه اخبارات كلها كتوصلني. قالت لي انا ماشي شغل انا دير معايا حل، انا حامله منك، راني الشهر الرابع. قال لها كيفاش الشهر الرابع؟ انا نعطيك الفلوس وطيحيه. قلت لي الشهر الرابع ما بغاوش يطيحوا لي. قلت لي انت عندك ولدك انا ما عنديش، انا خاصني نولد وخاصك دير معايا شي حل. قال لهم واش غادي ندير؟ نقولها لمراتي تولي تشك فيا، تولي انا وياها في المشاكل، هذيك راه ما مخليه حتى واحد، اش غادي ندير ما ندير؟ قال لهم، قلت لها واخا صبري غنطلع نجيب واحد الحاجه ونجي. قال لهم طلعت لفوق وجبت واحد الجنويه وهوت لعندها. قال لي، قلت لها راكي متاكده بلي الحماله مني؟ قال لي الله يا ودي شدي الشي فيه اللعب. قال لهم شديتها هكا، قلت لها صافي ما تخافيش انا معاك، انا ندير معاك الحل. قال لهم عنقتها باليد اليسريه هكذا عند عنقها، وجبت باليد اليمنيه من تحت جلابتي ديك الجنويه. قال لهم غرستها. قال لهم زيرت لها فمها باش ما تغوتش. قال لهم وعاودت لها باش نتاكد انها ماتت. قال لهم وعاودت لها مزيان. قال لهم وخرجت. قال لهم وخليتها. مراتي راه عرفتني كنفيق كل صباح كنمشي نصلي، ما غاديش نويني انا مولفه على. قال لهم هادشي اللي كاين، هادشي سيدي اللي كتب الله ودار بيا غير الشيطان. ومن هاد الهضره هادي قالوا له فين درتي سلاح الجريمه؟ قال لهم راه في المحل. داوه جابوه، دار اعاده تمثيل الجريمه، داز في المحاكمه، حكموا عليه المؤبد. ما عرفتش انا اش مابقاوش يطبقوا حكم الاعدام، كانوا غير بقاو يطبقوه لا وحدين. ولا حول ولا قوه الا بالله. هو هنا مشى يكمل حياته في الحبس، مرتو صافي بقات قاعده تعيش في ديك الدار، قد تفكر ديك التصرفات تاع راجلها وانت وفين فوقاش هي ما عباتش وعلاش ما عباتش ودوك الحسابات. مرضت ومشات تسكنت مع حبابها. من يهضروا معها ويقول لها رجعي لدارك ولا علاش ما تسكنش في دارك، ولا تقول لهم ابدا ما نقدش نعيش في ديك الدار. وقصتنا هنايا ديال الارمله عاشقه الرجال، باللي كاع الناس كانوا مفكرينها وحاسبينها مرا ترانكيل ويعيطوا لها غير بالحاجه، صدقت ضاجه صدقت ما هي هذيك. الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. نقول لكم قصتنا سالات، نتلاقاو في جريمه جديده وقصه جديده. الله يجازيكم بخير، اللايكات ديالكم الله يجازيكم بخير، التعليقات ديالكم، وشكرا للناس الزوينه الله يكبر بهم كما كيكبروا بينا ويكتبوا لنا تعليقات. الله يرحم لهم الوالدين، وفي امان الله وحفظه.